طيب الخطه العلاجيه بتترسم ازاي؟ هل كل الحالات اللي بتيجي بنبدا نعالجها، ولا ممكن حاله نقول لها لا الموضوع بسيط ومش محتاج قوي يعني ان احنا ندخل في حاله علاجيه؟ والخيارات المتاحه اللي بتترسم الخطه العامه. هو طبعا يعني هو في يعني طرق كتير للعلاج بتاعته، وده حسب كذا حاجه. اول حاجه درجه الاعوجاج نفسها، ودي حاجه انا بقيسها بنفسي، ما بسيبش حد حتى يقيسها، ما بعتمدش على القياس اللي معمول في مراكز اشعه. انا عندي البرامج الخاصه عشان اقدر اسال الموضوع ده هو اللي بيفرق من يعني في التريتمنت بلان القياس. يعني حضرتك شفت الاشعه اللي زي دي اشعه فيها اعوجاج لكن درجته مش عاليه قوي، فده معناه ان ممكن تمشي بالعلاج التحفظي. فاحنا عندنا 3 اختيارات. اول حاجه المتابعه فقط، وده لو الاعوجاج الدرجه بتاعته اقل من 20 درجه. احنا بنتكلم على درجه الزاويه اللي في الاعوجاج. لو اقل من 20 درجه يبقى احنا المتابعه كافيه. يعني ايه متابعه؟ يعني انا بشوف المريض او المريضه على انترفالز ثابته، نفترض 6 شهور او سنه حسب السن، واعمل لها اشعه واشوف هل في تغير في شكل الاعوجاج ولا لا. طول ما هو مفيش تغير بنفضل على المتابعه ده، وده بنسبه كبيره من الحالات. نيجي للنص الثاني اللي هو ايه؟ من 20 ل 40 درجه في الاعوجاج. دول بيقدروا نعمل معاهم حاجه اسمها كونزرفاتيف تريتمنت، يعني علاج تحفظي. وده بيبقى في صوره حاجتين: يا اما اكسترنال بريس، تلبس حاجه زي قميص زي بوستون بريس بيمسك لها العمود الفقري في شكل اكثر استقامه، فبيعدل العمود الفقري شويه وبيحافظ على الاعوجاج ما يزيدش. او نوع من انواع العلاج الطبيعي اللي اسمه سكوليوزس سبيسيفيك اكسرسايزز، يعني تمارين مخصصه لعلاج الاعوجاج وليس علاج طبيعي عادي. ودي بعض الاخصائيين العلاج الطبيعي بيعملوها كويس قوي. فانا لما بشوف حاله من الحالات دي بننسق مع حد من اخصائيين العلاج الطبيعي يقدر نعمل الكير بتاع العيانه دي مع بعض، بحيث ان انا اتابع الاشعه وتقدم الاعوجاج، هو يديها التمارين بتاعه ايه اصلاح الاعوجاج بالتدريج. ولو قدرنا نحافظ على الرينج بتاع الاعوجاج ما بين 20 ل 40 يبقى ما بنحتاجش نعمل عمليه. وده بينجح في نسبه 50 ل 60% من الناس، ان احنا نوفر عليهم ان هم يخشوا في مشكله العمليه. 20 ل 40 درجه الحناء بالظبط كده، من السنتر من يعني. السنتر بالظبط كده. تمام. لو بقى اكتر من 40 يبقى ده الحاله دي محتاجه تدخل جراحي. محتاجه تدخل جراحي لعده اسباب. ان ما دام وصلت ل 40 يبقى القوه الميكانيكيه اللي على العمود الفقري بقت غير متناسقه، بقى العيان كانه طول الوقت قاعد معوج، فبالتالي في كومبريشن فورسز او قوه انضغاطيه على ناحيه، ديستراكشن فورسز على الناحيه الاخرى، فبالتالي الاعوجاج ده مع الوقت هيزيد. فلما يزيد هيبتدي يعمل العديد من المشاكل. واحد ان هو ياثر على القفص الصدري، لان الاعوجاج بيروح ناحيه الرئه، فبالتالي الرئه ما بتقدرش تتمدد كويس فيعمل مشكله في التنفس. 2 الفقرات القطنيه بيحصل لها اعوجاج برضو نتيجه الاعوجاج اللي فوق، ولما يحصل اعوجاج في الفقرات القطنيه يبتدي يحصل تاكل في الغضاريف والمفاصل اللي هو الفاسد جوينتس، فيحصل الام شديده في العمود الفقري ومشاكل انزلاقات غضروفيه وكده. فتجنبا لهذه المشاكل بنضطر نعمل عمليه لو الاعوجاج وصل اكتر من 40 درجه.